السلام عليكم. يا رب تكونوا بخير. النهارده هنوريكم الطقم التحفه ده، وانا طبعا ما بحب اجيب حاجه وتعجبني بحب اشارككم فرحتي بيها، وهعرضه لكم قطعه قطعه وهتشوفوه. وهو 3 في 1، عشاء وغدا وفطار وحفلات، معاكي عيد ميلاد، معاكي اي حاجه بيسد معاكي. وهو 60 قطعه. هو الطقم ده نوعه اركو بايركس، اللي هو طالع جديد والنوع الخفيف. يعني لو لقيت التقليد ما تجيبهوش. في حاجات يعني انا هشرح لكم جوه الفيديو ايه العيوب وايه المميزات اللي فيه. هنا شوفوا جميل ازاي، وفي يعني عشاء وفطار وغدا، كل حاجة معاكي، عزومة بيقضيكي من اولها لاخرها. معاكي عيد ميلاد بتعملي الجاتوه، في اطباق للجاتوه جميله، وفي اطباق بتاعه فناجيل الشاي وفناجيل اللبن، يعني بتستعمل لكل حاجه. وفي سلاطين الشوربه الجميله جواه. وهو ده شركه اهو، انا كنت جايبه الاول اللون الاسود في البرتقاني ده. طبعا بنتي ما عجبهاش اللون، جابت اللون اللي احنا بنشوفه مع بعض. هو 60 قطعة، في 6 كبار جدا جدا، ده كبير خالص حجمه، وهو مكتوب عليه ان هو 10 سنتي تقريبا. وفي 5 سنتي كبير، يعني العمق 5 سنتي، مش ودي سلطانية اهي بغطا بتاعت نحط فيها مقبلات، نحط فيها الأكلات. والسلطانية برضو بتنفع لكل حاجة. ودي اطباق الشوربه، سلاطين الشوربه، يعني حجمها عمقها 4 سنتي، جميله وتحفه. وهنا نفتح الكرتونه سوا بقى ونشوفه حته حته. هنا ده فيه 12 فنجان. الفنجان كبير، 12، 6 كبار و6 صغيرين. يعني احنا مش هنحتاج اكتر من كده. جميل جدا جدا، يعني في ضيف، في ضيوف، بيسد معانا وجميل خالص، وفي البيت، ولونه شيك، ومش غالي. يعني اهو شوفوا جميل ازاي. وهو منتشر الايام دي الايرو بايركس، الاركو بايركس، بس فيه منه مغشوش. يعني انا مثلا بيجوا الشباب اللي هم معاهم كليات ومن بلاد بعيدة، محافظات، بيجوا بيعملوا مندوبين مبيعات يعني، فدخلوا عندنا المدرسة. فقلنا لهم والله احنا ما نسمحش الوقت، بعد وقت المدرسة بقوا تعالوا. فواحنا خارجين من المدرسة جم، وفي أوضة الفراش فتحوا لنا الحاجة واتفرجنا عليها، وفتحنا الكراتين وشفناها. ولما اشترينا الطقم برضو فتحناه ووروهولنا حتة حتة. يعني اوصيكم انك انتي ما تاخديش من البياع الحاجة اللي في ايده وبعدين تاخدي الكرتونة مقفولة. دي لبانة تبع طقم الشاي، وفي سكرية جميلة، شوفي شكلها جميل ازاي وشيك. و... ودورنا عليه وشوفنا فيه لو في حاجة مكسورة، في حاجة ما يعني مش عجبانة، في حاجة غلط، في غلطة. يعني لازم تشوفي انت اللي هتاخدي حاجتك ولا هتقعد عندك، لازم تشوفيها قطعة قطعة. ودي فناجيل القهوة بجمالها وحلوة كده، يعني واسعة وحلوة، جميلة جدا وخفيفة وشكلها ذوق وشيك واقتصادي. يعني تمنه مش غالي بالنسبة للأسعار الموجودة دلوقتي. عايزة تجهزي بنتك، انتي مثلا كنت عروسة وحاجتك مفيش وعايزة تجددي، جميل جدا جدا. وانا يعني بنشجع الشباب اللي هم بيمشوا ومندوبين مبيعات وسايبين اهاليهم وبيوتهم وبيجوا. فخدنا منهم حاجات كتيرة احنا المدرسات في المدرسة، ومرضاش يدهولنا بالسعر الفوري. قال والله انا تبع الشركة بتاعتي وبدي بالتقسيط، ولازم يكون انت، يعني ما بيوديش اي حد. وهيشوف الحاجة جميلة ازاي وتحفة. وطبعا وريها لنا قطعة قطعة وشفناها واطمنا عليه. وهنا بقى هنشيل نشوف بقية الطقم تحت في الكرتونة. طبعا هو كان فاتحها لنا، فتحناها. ما وما يعني ما تطمئنيش على اي حد تفرحي في الحاجة اللي في ايده وبعدين يديك الكرتونة مقفولة. بتحصل الايام دي يعني الغش. فلازم انت اللي تنتبهي للحاجة اللي هتشتريها. يعني بعدين لا تلومي الا نفسك لما تفتحي الحاجة وما تلقاهاش هي. وقبل ما يمشي بتاع الاونلاين لو جبتي حاجة تشوفيها، تقولي له اقف، مش تاخديها وشكرا تديله. لا، لازم تطمني على حاجتك قبل ما يمشي. والله ما عجبتكيش ترجعيها. ولازم لما يعني ناخد بالنا من الحاجات الاونلاين نخلي بالنا من الغش بتاعها. هنا بقى السرفيزين دول، واحد كبير وواحد صغير،
وشكلهم تحفة جدا، والكبير كبير خالص، يعني ممكن تحطي عليه دكر بط، وبينفع في العزومات وبينفع وشكله شيك. حتى الواحدة لو بتاكل لوحديها، يعني منظر الاكل ومنظر الاواني اللي احنا بنستعملها يبقى نظيف وشيك وشكله حلو ومش مكلف. يعني احنا يعني نتمتع في الدنيا بالرزق اللي ربنا اداهولنا. وهنا بقى في حلة وسلطانية كبيرة جدا ازاي، وخفيفة، ولما تحطي ايدك تلاقي الخيال باين منها كده، والتعريجات الكورنيش اللي فيها من فوق ده شكله جميل، وشكلها حلو كده، يعني ذوق، وخفيفة جدا ويعني وعملية. تحطي فيها كل حاجة، تحطيها على السفرة، تحطي فيها الشوربة، وتحطي منها في السلطانيات الصغيرة، تحطي فيها اي حاجة يعني تعمليها وهتنفعك. واحنا الاواني الكبيرة اللي زي دي بنستعملها في كل حاجة، يعني بنخلق لها 100 اختراع. ودي الحلة برضو هتحطي فيها حاجتك على السفرة، في مشويات، في لحوم، في فراخ، في حاجة هتحطي فيها، في خضار هنحطه فيها معين، وهنغرف منها مثلا بدل ما نقوم تاني ونروح المطبخ وكده، اما تكون عندنا ضيوف وتتحط على السفرة وجنبها الكبشة بتاعتها. وهنا الاطباق بقى ما اقولكوش على الاطباق، جميلة جدا جدا، وحجمها المتوسط منها ده يمشي مع الجاتو، ويمشي مع السلطات، ويمشي مع الرز، ويمشي مع كل حاجة. ده اطباق اللي هي ويمشي مع هو تبع برضو الفناجيل الكبيرة. ده النوع الصغير، شوفي يعني شوف حجمه في ايدي قد ايه، جميل جدا وشكله ذوق، والرسمة شكلها جميل ومنسق. وبرضو في التعريجات اللي هي جميلة كده في الصحن، من على الدايرة بتاعت الصحن، واخد التعريجات الجميلة دي بتديه شكل ذوق جدا. وده النوع منه اللي هو للغرف. شوفوا العمق بتاعه كبير قد ايه، يشيل، وجميل برضو 6. يعني احنا 6 مش يعني الخضار جميل. وهنا الكبار منها برضو ممكن تمشي معانا، نحط فيها لما بيكون عندنا ضيوف. هوريها لكم، هنحطه مكانه ونوريكم الصحون الكبيرة منه. هنا انا بحط مكانه عشان ما انساش مكانه. هنا الكبيرة منه كبيرة جدا، شوفوا ايدي فين وهو فين، حجمه كبير طبعا، حجمه مكتوب على الكرتونة، انا وريته لكم اول الفيديو، تقريبا 10 سنتي، جميل جدا. شوفوا قد ايه. ده ممكن بقى لما يكون معاكي عزومة، كل واحد طبقه تحطي فيه المحشيات واللحوم، كفت، يعني يبقى الضيف ياكل كل من الطبق اللي قدامه، قطعة المكرونة، قطعة الجلاش. فبوريكم يعني نحطها كلها في طبق واحد كده، وياكل الضيف، وما يعملش معانا ايه يعني اواني كتير، ونقعد نغسل ونتعب. جميل جدا وكبير قوي قوي، يعني حجمه حلو. والخامة بتاعته انا عجبتني خامتها. يعني انا كسبت كل حاجة، ان احنا شجعنا الشاب ده اللي هو تبع الشركة وماشي على رجليه وسايب بلده، ونفعنا، وينفع بنتي، ينفع في كل حاجة، يعني مفيش حاجة عمارة بتخسر. وده البراد. ده بقى البراد، هو الغطا بتاعه هتشوفوه بقى عاملين زي السحر. فانا سألته ازاي ده من غير غطا، لا وكنت هرجعه. قال لي لا، يا انا هوريهولك، بس انت اتفرجي على الطقم، وانا هوريهولكوا لما اجي اطلعهولكوا اوريكوا فين غطاه. وحلو كده وبيشيل وجميل لما تحطيه على السفرة، ويكون فيك ضيوف للولاد، يعني وعادات جميلة نعملها كده ونحطه، جميل جدا. عروسة عندها ضيوف، دي البولات بقى الصغيرة جميلة، وحجمها حلو، وطريقة الموديل بتاعها تحفة، عجبني جدا الموديل بتاعها. انا دلوقتي هفتح واطلع لكم واحدة تشوفوا الموديل بتاعها، فيها عمق، يعني للشوربة، ممكن نعمل فيها جيلي، ممكن نعمل فيها اي حاجة. طبعا احنا ابو الاختراع. البولات بتاعتها جميلة جدا، شوفوا واسعة ازاي وفيها عمق. ولما احط ايدي كده الخيال بتاعي ادام بيطلع. وهي التعريجات الجميلة برضو فيها، والرسمة الرقيقة دي اللي هي عليها برضو مخليها تحفة. ده يعني اسمه اركو بايركس. زمان كان فيه اركوبال، وفي دلوقتي موجود الاركوبال. ده مجموع من الاتنين، بايركس
على اركوبال. فشوفوا يعني انا وقعت مني وما جريتلهاش حاجه لو لاحظتوا. وهي دول 6 برضو، وهتنفعنا جامد برضو. ممكن نحط فيها اي حاجة، ممكن يعني للشوربة، للجيلي، كل حاجة هتنفع فيها. طبعا احنا ما بنستغناش عن البولات ابدا. ودي الصحون دي بتاعت الفناجيل بتاعت الشاي، برضو 6. هنا بقى الاختراع، هنشوف الغطيان فين بتاعة السكرية وبتاعة البراد. هنقلب كده الكرتونة. هو قال لي، قلت له لا لا دي ملهاش غطا وما تنفعش وكده. قلب الكرتونة برضو ما لقيتش. قلت له ايه ده سحر ولا شعوذة؟ ده فيه ايه؟ قال لي هوريكي بس، شوفي بقى النصاحة بتاعة الجماعة اللي هم الاتراك دول، اللي عاملين اهو. شوف الغطا حاطينه فين. دي الصحون الصغيرة بتاعت الفناجيل الصغيرة. برضه انا كنت هرجعه. قلت له ده دي فنجال من غير هيمشي مع مين؟ قال لي لا اهي الصحون محطوطة هنا. ادي شوف الطبق كده بفنجال وشكله تحفة، ويتقدم كده ويبقى شكله شيك، وشوفي الوانه حلوة ويعني ينفعنا. يعني الطقم كله بقول لكم 3 في 1، سفرة، طقم عشاء، طقم شاي، جميل جدا. وفي عزومات هينفع معانا برضو، ضيوف جت معانا، احنا في البيت بنستعمله عملي وشكله جميل ونحافظ عليه. هنا هنفتح بقى، احنا عمالين نقطع بقى ونشيل فيه. هو من تحت برضو فيه الغطا التاني مش لاقيينه، لقيناه اهو من الناحية التانية. هنفتح ونجيبه لكم، بس صبركم معانا اهو. واي حاجة انا بحب اهو. شوفوا بقى منظر البراد بقى تحفة ازاي لما اتحط عليه الغطا بقى، والبنورة اللي من فوق دي كريستالة تحفة، شكلها كده ذوق وشيك وحاجة من الاخر. طبعا هو مالي السوق دلوقتي، وفي منه يعني نوع جيد وفي منه نوع مش جيد. فابقوا بقى تعرفوا ان هو بيبقى خفيف الجيد، ولما تحط ايدك كده بيبان الخيال بتاع ايدك. يعني ممكن يكون ازاز مطلي، لكن لا، احنا عايزين اركو بايركس. الاتنين في واحد، جميل. شوفوا ازاي. دي اللي بقى لقينا بقى الغطا بتاع السكرية، وهي تحفة بقى كده وجميلة، تتحط برضو على السفرة، شكلها ذوق وشيك. عرايس جميلة جدا ويشرفها، عزومات يشرف. وهنا بقى اللي حيرونا في ان احنا بنطلعهم، الملاحة، الملاحتين. شوفوا حاطينهم ازاي بالعافية طلعوا، لانهم يعني ولا العفريت ما يعرف مكانهم اهو. اهي الحمد لله طلعت على خير اهي. وهنحاول نطلع التانية. طبعا انا ساعدتني بنتي وندى، ساعدتني وطلعتهم. بسم الله ما شاء الله اهم. ادي الملاحتين جمال جدا وبساط، ويتحطوا كده تمليهم ويتحطوا وجمال جدا. والحاجات دي برضو لما تكون مثلا معاكي بنوتة، معاكي انت عايزة تجددي، بتجيبيها وتشيليها، بيروح عندك. يعني ما بترهقيش بعدين في انك تجيبي طقم زي ده. لما تجيبيه وتشيليه بيروح من عليكي، وبتبقي انت اما تيجي تجيبي تجهزي بنتك، بتبقي مش هتدفعي مبالغ، ومش يعني بيروح معاكي كأنه عادي. اهو بقى حطيناه هنا عشان نوريكم الجمال والشياكة والذوق العالي ومش يعني مش بألفات يعني مؤلفة، لا، طقم عادي جدا وبسيط وشيك وقيم وجميل. يعني المفروض ما البنات الجديدة يعني ما تجيبش حاجات غالية جدا ولا شكل ولا منظر. لا، احنا عايزين نستفاد بكل حاجة. يعني انا بشوف اطقمة شاي جامدة جدا ومحطوطة في النيش ومحدش بيستعملها، ده هنستعمله جميل جدا جدا جدا. وابقوا قولوا لي ايه رأيكم عليه بقى في الكومنتات، واعملوا لايك واشتركوا في قناة مطبخ ماما امال. سلام عليكم.